السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بورسعيدي يعشق أكل السمك. محسن سرعان تزوج 4 نساء وأغضب الجمهور بفيلم ذئاب لا تأكل اللحم. حقق الفنان الراحل محسن سرحان شهرة واسعة جدا في السينما، وأصبح فتى الشاشة الأول لما يتمتع به من وسامة جسد رياضي، حيث كان يمارس في بداية حياته رياضة الملاكمة التي جعلت جسده ممشوق وجسد جميل جدا. ولد الفنان القدير محسن سرحان في 6 يناير عام 1916 بمدينة بورسعيد. سافر إلى القاهرة بعد حصوله على البكالوريا، وكان بيعمل موظف بوزارة الزراعة، وذلك في عام 1939. في عام 1944 حصل محسن سرحان على شهادة بأنه فنان محترف، وده بعدما أنهى دراسته الحرة في فنون المسرح والسينما. أما بالنسبة لحياته، تزوج سرحان 4 مرات. ال4 مرات كلهم كانوا من خارج الوسط الفني، ما عدا الزوجة التانية، حيث تزوج من الفنانة سميحة أيوب، التي فضلت الزواج منه على الزواج من الممثل شكري سرحان اللي كان طلبها للزواج، وكان يكن لها كل الحب والتقدير. محسن سرحان تعرف على زوجته الرابعة هناء، وكانت في المرحلة الإعدادية، وقالت عن لقائهما ده كان في حوار سابق لها في جريدة النهار. قالت زوجته الأخيرة هناء: تعرفت عليه في ظروف لا يصدقها عقل، حيث كنت طالبة بالمرحلة الإعدادية في الوقت ده، وفي السن ده كان لكل فتاة فتى أحلامها، وكان محسن سرحان هو فتى أحلامي بكل المقاييس. تابعت هناء: أحببته بشدة رغم أنني لم أره ولو لمرة واحدة في حياتي، ولكن من عشق له كنت أجمع كل صورة له بتنشر في الصحف والمجلات، وكنت بحضر كل أفلامه في السينما، خاصة العروض الأولى في السينما. زمان كان الممثلين بيحضروا العروض الأولى لأي فيلم لهم في السينما، وأنا كنت بحضر العروض الأولى له على أمل أن أراه في أحد العروض دي ولو لمرة واحدة في حياتي. كنت بحبه جدا لكن لم أوفق في هذا الأمر. أضافت هناء: رغم ذلك كنت أقول لصداقاتي إن محسن سرحان خطيبي، وطبعا ده كان مجرد لعب عيال، ولم أكن أعلم إنه في يوم من الأيام هيتحقق الحلم ده ويصبح حقيقة واقعة، وأكون فعلا زوجته أو خطيبته. في اليوم المحدد للزيارة، قالت هناء: لبست أجمل ثياب ليا، وقالت: فكرت إن أزوره أنا وصديقتي وزوجها. وقالت هناء: عندما دخلت منزله أنا وصديقتي وزوجها وجدت ابنيه إبراهيم وأمان، ده كانوا من زوجته الأولى، وابنه محمود كان من زوجته التانية اللي هو ابن الفنانة سميحة أيوب، اللي توفى وهي ما زالت على قيد الحياة. فقالت هناء: عزم علينا بالغدا وتناولنا الغدا. الغدا كان عبارة عن أنواع مختلفة من الأسماك، وده لأن محسن سرحان كان بيعشق الأسماك، خاصة السمك البوري المشوي. دي كانت الأكلة المفضلة له. تزوج محسن سرحان من هناء اللي كان أكبر منها ب19 سنة رغم معارضة أهلها، واستمرت الزيجة دي حتى وفاته. وقالت: كنت سعيدة جدا معاه، وده على الرغم من أن كل الناس حذرتني إن أنا أتجوزه نظرا لأنه كان كبر في السن وأنا كنت لسه في ريعان الشباب. عمل محسن سرحان في عدد من الأفلام التجارية مما جعل جمهوره ينتقده، خاصة عندما شارك في بطولة فيلم ذئاب لا تأكل اللحم. الفيلم ده كان عام 1973. ده كان بسبب كثرة مشاهد العري اللي قدمتها الفنانة ناهد شريف في الفيلم ده، حيث رأى الجمهور إن تاريخه لا يتناسب مع محتوى الفيلم ده أبدا، لأنه طبعا كان ممثل قدير وكانت كل أفلامه
أفلام كويسة مفيش فيها أي عري ولا فيها أي حاجة. لكن السقطة الوحيدة اللي عملها في حياته محسن سرحان هو اشتراكه في هذا الفيلم. الفيلم ده كان في عام 1973. والفترة دي حصلت نكسة في السينما. بعد النكسة عام 67، أو بعد الهزيمة. فعشان كده السينما كانت في الوقت ده ما كانش فيه شغل خالص، فاضطر كل الممثلين إن هم يسافروا إلى لبنان والكويت والدول التانية عشان يشتغلوا فيها. عشان كده أغلب الممثلين والفنانين عملوا أفلام تجارية. وكان ده من ضمن الأفلام التجارية اللي أنتجت في الفترة دي. فهو اشترك فيها فعرضه للانتقاد من الجمهور جدا. لأن طبعا كان تاريخه لا يتناسب مع هذا الفيلم أبدا. رحم الله الفنان القدير محسن سرحان وأسكنه فسيح جناته.